بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أحمد من فيتنس فور هابينس. إن شاء الله ده هيكون الفيديو التاني في سلسلة شرح كورس CFT اللي هو Certified Fitness Trainer أو مدرب اللياقة البدنية باللغة العربية. الفيديو ده هو زي ما قلت هيكون الفيديو التاني في الجزء الأول الخاص بالأناتومي، وإن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن كذا موضوع. أولى هذه المواضيع هيكون شرح المصطلحات الخاصة بالاناتوميكال بوزيشن. زي ما انتم شايفين معايا يا جماعة في الصورة، هو ده الوضع التشريحي. الوضع التشريحي لو احنا بصينا هنلاقي ان في تعريفه البسيط هو ان الشخص يكون واقف او نايم منتصب بمعنى ان هو يكون واقف، مفيش توطية، مفيش تنايات، مفيش، لا، وضع واقف ثابت، سواء بقى قلنا واقف او نايم، ذراعين مفرودين، كف بطن الايد بيكون لبره، يعني صباع الابهام هو اللي لبره خط منتصف الجسم، الساقين مفرودين، العينين والوجه للامام زي ما احنا شايفين التعريف. عندنا بعد كده يا جماعه ما يعرف بالاناتوميكال بلان، وهما 3 صور بنقدر نشوف بيهم الوضع التشريحي. يعني احنا قدرنا نشوف الوضع التشريحي في الصورة اللي احنا لسه قايلينها من شوية. في 3 طرق بنقدر نشوف بيها الوضعية دي، وهي نقدر نشوف الوضع او الجسم من الامام ومن الخلف، او من الجانبين سواء اليمين والشمال، او من فوق ومن تحت. ال3 اوضاع اللي ما يطلق عليهم بالاناتوميكال بلان، وهما حاجة بنسميها سيجيتال بلان. احنا بنقوم بقسم الجسم من المنتصف، ما ينتج عنه ان احنا بيكون عندنا يمين الجسم وشمال الجسم. والصورة التانية من خلال الكرونال بلان ان احنا بنقدر نقسم الجسم من المنتصف بس بصورة مستعرضة. يعني لو احنا افترضنا او تخيلنا ان احنا عندنا تفاحة، بنقدر نقسمها ما ينتج عنه ان احنا نقدر نشوف الجسم ده من الامام ومن الخلف، مش من اليمين ومن الشمال. الصورة الثالثة وهي ما تعرف بالترانسفيرس بلان، وهي نقدر بنقسم الجسم من المنتصف، ما ينتج عنه ان احنا بيكون عندنا جزء علوي وجزء سفلي من الجسم. طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة يا جماعة اللي قدامنا ديت واللي مكتوب فيها المصطلحات، عندنا مصطلح ما يعرف بالسوبيريور. سوبيريور اي علوي او فوق، وهي الطريقة اللي احنا بنشوف بيها من اعلى، يعني نسبة. هنا مثال بيقولك نسبة الى محجر العين اعلى الفم، بمعنى ان العين معروف ان هي اعلى الفم. قيس على كذلك بقى ان انت لو بتشوف الجسم من فوق، اي حاجة ممكن تضرب بيها مثال ان الحاجة دي اعلى من دي، فدي في المصطلح او في الاناتوميكال بوزيشن بتعرف بالعلوي او من فوق، وهو ما يعرف بالسوبريور. طيب لو انا بشوف الحاجة دي من تحت او من الجزء السفلي، بيطلق عليها inferior. يبقى عندنا superior inferior. طبعا لو احنا زي ما احنا لسه قايلين، لو قسمناها بما يعرف بالترانسفيرس بلان، دي اللي ممكن نقدر نشوفها او نمثلها بان انت بتشوف حاجة من فوق وحاجة من تحت. طيب لو جينا قسمنا الجسم بالكرونال بلان او من منتصف الرأس لأسفل، هنقدر نشوف او هينتج عنه ان احنا هيكون عندنا مصطلح اسمه الانتيريور اللي هو من الامام، وبستيريور من الخلف. المصطلحين اللي بعد كده يا جماعة عندنا بروكسيمال وديستال زي ما احنا شايفينهم في الصورة، ودي خاصة بالاوريجن او المنشأ للاطراف. يعني احنا عندنا في حاجة اسمها الابر ليم زي الشولدر جريدل، حزام الكتف، زي عندنا عظمة الهيوميرس، دي بعد كده هنشرحها في اسم كل عظمة في السكيلتال سيستم او جهازنا العظمي. عندنا ما يعرف بالشولدر جريدل اللي هو حزام الكتف، اللي هي منشأ او ارتباط عظمة الهيوميرس اللي هي عظمة العضد بمنطقة الكتف. فمن المنشأ ده لحد نهاية كف الإيد، ده عندنا بنسميه الطرف، ذراع.
طيب الذراع ده عندنا حاجة زي الالبو جوينت اللي هو مفصل الكوع. اما نيجي نتكلم عن مفصل الكوع نسبة للكتف فهو بروكسيمال، يعني ده اقرب ليه من كف الايد اللي هو هيبقى اسمه ديستال. يبقى عندنا البروكسيمال هو اي حاجة ممكن نسميها قريبة للمنشأ زي الكتف، الكوع نسبة للكتف، وبعيدة زي الكف الإيد بالنسبة للكتف. ولو هنقيسها على اللور ليم أو على رجل فأنت عندك الني جوينت دي في حاجة مفصل الركبة، فأنت مفصل الركبة نسبة للأوريجن اللي هو التصاق أو ارتباط عظمة الفيمر بالهب أو بالحوض فهي بروكسيمال يعني قريبة. لو هنيجي نتكلم عن الفيت اللي هي القدم نسبة للمنشأ فهي بعيدة يبقى اسمها ديستال. فبروكسيمال وديستال أي حاجة خاصة بالأطراف من ناحية المنشأ، المفصل اللي في النص هو اللي بيكون القريب، والمفصل أو الحاجة البعيدة أو زي نهاية الطرف ده هي اللي بتكون الأبعد. المصطلحين اللي بعد كده هم عندنا الميديال واللاترال، أي القريب والبعيد بالنسبة لخط منتصف الجسم. زي ما اتكلمنا وقلنا السيجيتال بلان هو ان احنا بنقسم الجسم من المنتصف، فده بيدينا مصطلحين: الميديال وهو القريب، يعني اي حاجة راحة في اتجاه خط منتصف الجسم بنسميها ميديال، واي حاجة في اتجاه خارج خط منتصف او تبعد عن خط منتصف الجسم بنسميها اللاترال. طيب المصطلحين بعد كده عندنا الفنترال والدورسال، دي شبيهين بالظبط بالانتيريور والبوستيريور، يعني جايين حتى لو احنا شايفين في الصورة هتلاقي ان هم بيقول لك ان انت لما بتشوف الجسم من الامام انتيريور اور فنترال، يعني انت سواء عايز تسميها انتيريور او فنترال هما الاثنين جايين بمعنى ان انت بتشوف من امام الجسم. طيب الكرانيال اي ما تعرف القريب من جهة الجمجمة، يعني ما كل ما يقرب من الجمجمة أو تصاعديا للجمجمة فبيسمى بكرانيال. طيب الكودل تعني القريب من القدم والبعيد عن الجمجمة، يبقى زي ما قلنا الكرانيال تعني القريب من جهة الجمجمة، أما الكودل تعني القريب من القدم والبعيد عن الجمجمة. طبعا دي أهم المصطلحات اللي أنت بتبقى محتاج تشوفها في الاناتوميكال بوزيشن، وان شاء الله بعد كده لما ناخد الكنسولوجي او علم الحركه وناخد اسماء العضلات هتلاقي في الاوضاع التشريحيه اللي جايه للاوريجن والانسيرشن لكل عضله هتشوف كتير كلمه انفيريور وبوستيريور وقريبه وبعيده نسبه بقى لكل عظمه في موجوده في السكيلتال سيستم او في الهيكل. طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره دي صورة للسكيلتال سيستم أو جهازك العظمي، صورة من الفرونت أو الانتيريور فيو، وصورة من الباك أو البوستيريور فيو. طبعا الأسماء دي أنا مش محتاج أقول لكم إن لازم تتحفظ أكتر من أساميكم، يعني ما ينفعش أنت تكون راجل مدرب معتمد وأنت مش عارف كل عظمة أو كل جزء زي ما هو مترقم كده في الصورة اسمه إيه، لان ناهيك على ان ده ممكن يجيلك في الانترفيو او يجيلك في اي اكزام هتعمله، لازم تبقى عارف اسماء كل عظمة موجودة في السكيلتال عندك او جهازك العظمي عشان لو اتسألت وعشان انت تبقى عارف ده بعيدا عن حد يسألك، لان انت راجل هتبقى راجل مدرب معتمد لازم تبقى عارف الحاجات دي اسمائها ايه. طب عندنا النقطة الاولى او رقم واحد في الفرونت او الانتيريور فيو وهي الكرانيوم اللي هي الجمجمة. رقم اتنين ما تعرف بالكلافيكل. رقم 3 عندنا الاسترنم وهي عظمة القصر. رقم 4 الريب اللي هي الريبس اللي هي كل الضلوع اللي موجودة عندنا. رقم 5 الهيومرس اللي هي عظمة العضد. رقم 6 الراديوس. رقم 6 الراديوس اللي هي عظمة الكعبرة. رقم 7 الألنا اللي هي عظمة الزند. رقم 8 بيوبس
اللي هي عظمة العانة. رقم 9 الفيمر اللي هي عظمة الفخذ. رقم 10 الباتيلا، وهي ما يطلق عليها بالني كاب أو اللي هي الغطاء أو غطاء رأس نقطة التحام مفصل الركبة. طيب من الباك أو من البوستيريور فيو عندنا رقم 11 السيرفايكل اللي هي الفقرات العنقية. رقم 12 السكابولا اللي هي عظمة لوح الكتف من الخلف. رقم 13 الثوراسيك فيرتبرا اللي هي الفقرات الصدرية. وزي ما احنا شايفين في الصورة ان السيرفايكل دي بيبقى عدد الفقرات الموجودة في الفقرات العنقية 7. عدد الفقرات الموجودة في الثوراسيك فيرتبرا الفقرات الصدرية 12. رقم 14 اللي هي اللمبر فيرتبرا اللي هي الفقرات القطنية، ودي بيبقى عددها 5. رقم 15 الإليم. رقم 16 السكرم اللي هي الفقرات العجزية. رقم 18 التيبيا. رقم 19 الفيبولا. وانا هسيب لكم صورة لاسم كل عظمة من دول باللغة العربية للناس اللي حابة تعرف اسمائها واللي حابة تعرف يعني تحفظها باللغة العربية. ونخش على النقطة اللي بعديها. زي ما كنا اتكلمنا قبل كده يا جماعة ان متوسط عدد البونز او العظام في انسان بالغ بيكون عددهم 206 عظمة. نظام الهيكل العظمي او السكيلتون سيستم بيكون من ال 206. عندنا في حاجة اسمها 80 عظمة اكزيال بون، وقلنا قبل كده الاكزيال بون هو العظم المحوري، اي اللي هو الاساس واللي بيكون بدوره بيقوم بحماية الاورجنز او الاعضاء الحيوية للجسم. فزي ما احنا شايفين في التيبل ده عندنا 80 عظمة اللي هم المحوري، ودول بيتم تقسيمهم ل 22 عظمة في السكال، 1 عظمة في الهيود اللي هي عظمة الفك، 1 بون لعظمة القص واللي هي بتتكون من 3 أجزاء اللي هي عظمة الاسترنم، 24 عظمة موجودين في القفص الصدري واللي عددهم 12 ضلع، يعني 24 عظمة ب 12 ضلع. عندنا الفرتبرا اللي هي الفقرات 32 عظمة ب 32 فقرة اللي احنا قلنا عليهم 7 السيرفايكل، 12 الثوراسيك اللي هي 7 العنقية، 12 الصدرية، 5 اللمبر أو القطنية، 4 السكرم، و3 أو 4 زيهم ده بتختلف من واحد للتاني في الكوكسكس أي الفقرات العصعصية. وزي برضو ما قلنا عليها زي ما هي موجودة في التيبل ان بيجي زي ما قلنا الأجزية اللي هي بتحمي أعضائك أو الأورجانز الحيوية في جسمك. فالجمجمة بتكون لحماية المخ. اللامية ودي بتكون هي الفقرة المتحركة الوحيدة في الجمجمة، يعني عشان تقدر تتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي او تاكل او تشرب، اللي بيتحرك في جمجمتك هو الفك السفلي بس في الجمجمة كلها. عظمة القص اللي هي قلنا عليها عظمة الاسترنم، ودي بتكون نقطة ارتكاز الضلوع للقفص الصدري واللي بتحمي القلب والرئتين. الفقرات وقلنا دي وظيفتها او بيمشي فيها الحبل الشوكي. بيجي بعد كده عندنا العظم الزائدي. الزائدي دي اللي هو اللي بيتم توصيله او تركيبه على الهيكل المحوري او ما يطلق عليها بالابنديكولار بون، ودول بيكون عددهم 126 عظمة. 4 زي ما احنا شايفين 4 عظمة بيكونوا عظمة الترقوة اللي هي الكلافيكل مع السكابولا لوح الكتف، اللي هم 2 عظمتين الكلافيكل من فوق الريبس مع الاتنين الخلفي. وعندنا عظمة الهيومرس مع الريديوس والقرن بيكون عددهم 6 عظمة. الهاند والريست بيكون 54. عندنا من اللور أو من الجزء السفلي 2
اللي هي الهيب مع الكوكسكس مع السكرم اللي هو الفقرات العصوصية مع العجزية. عندنا عظمة الفيمر مع التibia والفيبولا بيكون عددهم 8 عظمة، وبيكون 52 في الفيت والأنكلز. وزي ما احنا ما اتكلمنا ان الابنديكولار بون هو الأطراف اللي هي أصلا بتقوم بمعظم حركات الجسم. لأن لو بصينا على ال80 اللي هي 80 الأجزيال بون اللي هم 80 عظمة، هنلاقيهم إن دي يعتبر العظم ثابت ما بيقومش فيه حركات كتير. يعني تعتبر من العظم اللي قلنا عليه إن هو المحوري الثابت، لكن العظم الزائدي أو الابنديكولار بون هو العظم اللي بيقوم بعملية الحركة في الجسم. طيب الأطراف اللي احنا اتكلمنا عليهم إذا كان الذراعين أو الرجلين بيتم تركيبهم أو توصيلهم أو تثبيتهم في الهيكل العظمي عن طريق حاجة بنسميها الأبر ليم واللور ليم، عن طريق حاجة اسمها الشولدر جريدل والبرفكت جريدل. يعني التقاء عظمة السكابولا من ورا مع الكلافيكال من قدام، الاتنين دول لما بيلتقوا مع بعض مع عظمة الهيومرس بينشئوا عنا مفصل الكتف. وكذلك في الهيب وكذلك اللور ليم عندنا الجزء الخاص بالبلفيك جريدل اللي هو حزام الحوض، بيكون التو هيب بونز زائد السكرم. بهنا نكون انتهينا من الفيديو التاني الخاص بالاناتومي من سلسلة شرح كورس CFD. ان شاء الله يا ريت ما تنسوناش من اللايك للفيديو والشير والسبسكريبشن لو انت مش مشترك في القناة، لو لقيت القناة بتقدم حاجة مفيدة. وان شاء الله انتظروني في الفيديوهات اللي جاية، هنكمل شرح الاناتومي، مش هنسيب تفصيلة فيه ان شاء الله لما نكون مخلصينها كلها. وما تنسوش من الدعاء الصالح، وان شاء الله ما تأخرش عليكم في تنزيل اي فيديوهات، وشكرا للمتابعة.